حياتنا الجديدة لا تسمح بهذا. مشاكل جوانا من الحياة ومشاكل احنا بنخلقها من مخنا. تعليقة الكورتيزول أو بمعنى آخر الأدرينال فاتيج زي ما بيقولوا عليها كتير. يعني إيه الفكرة؟ الفكرة إن أنا أدخل في مود الفايت أند فلايت اللي هو هرمون المود بتاع الهروب من الخطر وعلق هناك مرجعش. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه جسمنا وايرد أو ربنا فطره على إنه لما يبقى فيه خطر الجسم كله يستنفر لمواجهة الخطر، وبعد كده يمشي الخطر نروح مطفيين صفارات الإنذار ونرجع تاني المود ريست اند دايجست. حياتنا الجديدة لا تسمح بهذا، بتودينا في حاجة اسمها السرفايفل مود. طول الوقت الجسم واقف كده زي اللي واقف الجندي اللي واقف على أرض المعركة. 200,000 إيميل في كل دقيقة، 200,000 نوتيفيكيشن في كل دقيقة، ديدلاين كل يوم، ترافيك وطريق ما بيخلصش، مشاكل جوانا من الحياة ومشاكل احنا بنخلقها من مخنا. المهم ان احنا في حالة سيرفايفل مود. الابحاث لقت ان السيرفايفل مود ده لما الكورتيزون يفضل طالع على طول بيعمل حاجتين: الاماجدلا اللي هو مركز الخوف بنشاطه بيزيد، والهيبوكامبس اللي هو مركز الذاكرة بيقل. فبالتالي يحصل عندنا مشكلة انك انت بتنسى ان الخطر مشي وتفضل معلق في مود الخطر. ده بقى بيعمل ايه؟ بيعمل اعراض غريبه جدا ولكن بسيطه، ولكن لما بسمعها على طول مخي بينور في حته ان الانسان ده عالق في السرفايفل مود. تيجي تقول لي مثلا ان انا بفضل بحلق للعيال كده من غير ما اعمل حاجه، بحلقها. الحاجه التانيه اني بصحى تعبانه وبفوق بالليل، لكن في نص النهار يحصل كراش، اللي هو فجاه كده كأن حد شد الفيشه او شدان الفيشه بعد الاكل. الحاجه التانيه انكزايتي وقلق حتى لو ما فيش حاجه. يعني انا دلوقتي في اجازه مثلا، انا مالي، انا ايه اللي متوتره؟ انا ولا امتحان ولا عندي برزنتيشن ولا عندي حاجه. الاوقات الفراغ دي مش بتبقى اوقات فراغ، انت مهنج. هنا بقى عندنا مشكله كبيره جدا. القصه مش قصه كورتيزول والبيلي فات و لا، علاقه الكورتيزون بالثيرويد رهيبه. حتى لو التحليل كويسه، الغده الدرقيه بتاعتك بايظه، علاقته بكل الهرمونات. هنا بقى يحصل البيريمينوبوز يبقى عاصفه، والاندروبوز يبقى عاصفه. المناعه ادوار زي اللي احنا داخلين عليها دي ما تعديش بردا وسلاما. نزول الوزن يبقى عندنا فيه مشكله. وطبعا احنا عارفين بقى الاسترس بيجيب ايه. المهم ان السرفايفل مود ده محتاج حاجه اسمها بريك ذا سايكل. فجأة كده لازم تقعد مع نفسك وتقول ايه ده؟ انا هنكت، انا محتاج اكسر السايكل. في الفيديو اللي جاي هقول لكم ازاي نكسر السايكل.